بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر ونتشرف باستضافة مهاجم نادي الزمالك النجم أحمد جعفر. أهلا بيك معانا. اهلا بك يا اسامه، برحب بيكم طبعا موقع الزمالك الجميل ده، وبتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. أحمد، كنت أنت الماتش اللي فات تألقت تألق غير عادي، وكانت الناس شايفاك أنت مستواك جيد جدا جدا واديتك امتيازات. كان شعورك ايه في الماتش اللي فات؟ وكان ايه التميز كان قبل كده من ماتش لماتش غيره وكده؟ والله هو بس حته التركيز الحمد لله رب العالمين، كنا كلنا مركزين. يمكن فتره التوقف جت في مصلحتنا وكده بعد ماتش الشرطه، وبعد ماتش المئويه طبعا. ففتره التوقف دي جت في مصلحتنا، عدنا نفسنا كويس جدا، وواحد كان بيتمرن كويس قوي الحمد لله. ويمكن كنت واخد الماتشات الوديه بشكل جيد انا الحمد لله رب العالمين. كنت بجيب فيها اجوان وكده، فيمكن ثمر الماتشات الوديه الحمد لله. كان مجهودي في الملعب اديت اداء كويس جدا، بغض النظر ما جبتش اجوان وكده، بس الحمد لله عدت بونت، دول اهم شيء. والاداء طبعا كان مميز جدا للفرقه، وكلها كلها متميزه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تبقى افضل من كده باذن الله. احمد، شايف انت هتقدر تسد الفراغ اللي مكان ميدو وعمرو زكي دلوقتي بعيد عن الفريق دلوقتي وكده؟ تقدر تسد الفراغ بتاعهم دلوقتي؟ والله انا شايف ان شاء الله باذن الله الفرقه ماشيه كويس. طبعا الفرقه ماشيه كويس، هو طبعا دول لعيبه كبار طبعا ومؤثرين طبعا في الفريق، وسواء ميدو او عمرو زكي طبعا دول وجودهم في الفريق اضافه قويه جدا للنادي وللفريق. بس ان شاء الله باذن الله يعني الواحد يقدر يكون عند حسن ظن الناس، عند حسن ظن جمهور نادي الزمالك طبعا والجهاز الفني، ويقدر يأدي بمستوى كويس، ويقدر نفرح جمهور الزمالك. وان شاء الله باذن الله يعني بغض النظر عن غياب ميدو او غياب عمرو او غياب احمد جعفر او اي لعيب، ان شاء الله باذن الله الفرقه ما تاثرش بيه. يعني ان شاء الله باذن الله ده اللي احنا عايزينه، ان الفرقه ما تاثرش بغياب اي حد ان شاء الله. يعني شايف الحمل هيبقى تقيل عليك يا عفو؟ اكيد طبعا، بس انا ان شاء الله يعني بجهز نفسي للموضوع ده باذن الله. وموجود طبعا رزاق، وموجود حسين حمدي لعيبه كبار، وميدو ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع من الاصابه، وان شاء الله مشكله عمرو تتحل برده، وان شاء الله اللعيبه كلها تكمل والنادي كله يكمل ونقف على رجلينا باذن الله. احمد، طموحاتك ايه الفتره الجايه مع الفريق؟ والله احنا باذن الله عايزين نستمر بس على المستوى الجيد اللي احنا طلعنا بيه في ماتش المقاولين ده، نستمر عليه. ده اهم شيء طبعا الفتره الجايه، والاداء الجميل اللي احنا اديناه في الملعب بشكل راقي وفرحنا جمهور الزمالك. ده اهم حاجه، ان احنا نستمر على الاداء ده وبنفس الروح واللعب ده. فان شاء الله من خلال الاداء في الملعب ربنا هيكلل جهودنا، وهنقدر باذن الله ناخد بطوله دوري باذن الله بالاداء ده باذن الله. واحنا يعني احنا واخدين عهد على نفسنا وكده، ان احنا ان شاء الله باذن الله الماتشات كلها نأديها بنفس الروح وبنفس الجديه وبنفس الاداء، والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله يعني نقدر نفرح جمهور الزمالك باذن الله. شايف ان الفوز بيجيب فوز يا احمد؟ اكيد طبعا المكسب بيجيب مكسب، بس انا شايف ان يعني الماتش بتاع المصري لما اتاجل كده يعني كنت مخنوق جدا انه اتاجل وكده، لان كانت الفرقه ماشيه كويس الحمد لله رب العالمين وفي استمرار. بس ان شاء الله باذن الله التوقف ده التاجيل ده والباي ده ما يجيش علينا باذن الله، يجهزنا اكتر واكتر للماتشات اللي جايه، وان شاء الله باذن الله نكسب باذن الله الماتشات اللي جايه كلها، ويبقى واقفين على رجلنا كويس يعني ان شاء الله. احمد، نخرج شويه كده من الرياضه ونخش في الحته السياسيه. ايه رايك في الاحداث الاخيره اللي بتحصل في الاحداث السياسيه الاخيره اللي بتحصل في قصر العيني والله يعني بص، انا مش عايز اتكلم عليها، لان يعني طبعا يعني ممكن الله اعلم مش عارفين الصح فين والغلط فين. الناس كلها محتاره، والشارع المصري كله محتار، مش عارفين مين الصح ومين الغلط في الموضوع ده. بس ان شاء الله باذن الله شايف انها ان شاء الله تتحل باذن الله، وان شاء الله مصر رافعه رجليها تاني، والشعب المصري شعب جميل طبعا، وشعب طيب من جواه. فان شاء الله باذن الله الاحداث دي تعدي على خير باذن الله طبعا. وطبعا انا بعزي طبعا اهالي الشهداء، بعزيهم طبعا بالنيابه عن نادي الزمالك او عن نفسي، ان يعني ربنا يصبرهم وكده، وان شاء الله يكون مسواهم الجنه باذن الله. وانا شايف ان شاء الله باذن الله ان الشارع هيبدا يهدى تاني ومصر هتقف على رجليها باذن الله. احمد، تطمن جمهور الزمالك الفتره الجايه دي؟ بطمنهم ان شاء الله باذن الله الاداء ده هيفضل ان شاء الله، يعني اداء نادي الزمالك اللي احنا اديناه في ماتش المقاولين ان شاء الله يفضل كده بنفس الاداء وبنفس الروح القتاليه في الملعب، وان شاء الله باذن الله نقدر نفرحه الفتره الجايه ونكسب من ماتش لماتش باذن الله، وننافس ان شاء الله على البطوله بشكل قوي جدا ان شاء الله. ويمكن ربنا يكون ان شاء الله باذن الله كاتبها لنا باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا فندم، اتمنى لك التوفيق.